السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كشفت تقارير فرنسية أن مسيرة الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي قد انتهت بعد قرار الرابطة الفرنسية لكرة القدم إيقافه عن المشاركة في مباريات فريقه ووضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمته على خلفية منشورته. وذكر موقع نسمات الفرنسي أن عطال لن يعود مجددا للعب بقميص نيس الفرنسي حتى بعد نهاية فترة عقوبته، وأنه من المنتظر أن يباع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقدم نادي لاس بالماس الإسباني عرضا رسميا من أجل ضم الدولي الجزائري يوسف عطال في الفترة القادمة. ويذكر أن يوسف عطال سيحاكم يوم 18 من ديسمبر الحالي، وهذا بسبب منشوره على منصة انستغرام. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.